السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوض تخدم عبارة شي شوية قاصحة كيبغيوهاش الشباب. نوض تخدم، نوض دبر على راسك، شوف قرانك فين وصلوا. هاد الهضرة ماشي ديالي، هاد الهضرة ديال الوالدين، ديال الآباء الأمهات كيقولوها لوليداتهم ليل ونهار لأن قلبهم محروق عليهم. الخدمة ماشي عيب، ماشي حرام. العيب وهو السعاية، العيب هو بنادم يبقى مشبوح فوق السداري النهار كامل. العيب هو بنادم يبقى ملاوط في الزناقي. في الحركة بركة، الكون مبني على الحركة. الخطير هو ان الانسان تتهضر معاه كتقول لي بعض المره نوض تخدم، تيقول لك مالي تنسعاك. ولا هضر ايجابي وهضر زوين تيقول لك وانا في العين ما عنديش الزهر تابعه. و هاد الناس السلبيين انا كاع ما تنهضر معاهم، انا تنهضر مع الناس الايجابيين اللي عندهم الحرقه والحراره ديال يغيروا راسهم، يدبروا على راسهم، اللي كيحلموا مساكن ليل ونهار. يوميا كيقول راسو انا خصني نصوف راسي، وانا خصني نبقى هكايا، انا خصني نصوفي حياتي، نصوفي والديا يطمئنوا عليا، والديا يفرحوا بيا. عنده احلام. للاسف في المغرب الاحلام كتحققش. تلقى مسكين الشاب عنده 25 30 35 40 الى ما فوق وباقي ما حقق الاحلام ديالو. كتلقاهم ماتوا وباقي ما حقق الاحلام ديالو. علاش؟ لان الواقع كيقول ان الاحلام ما كتحققش بالنعاس، ما كتحققش بالخوف، ما كتحققش بالشكوى. الاحلام كتحقق بنوض عري على كتافك، خرج هذاك المارد اللي عندك لداخل، هذاك المقاتل، والضارب مع داك الصوت الداخلي اللي كيجيب لك المفردات التعجيزيه. فين هي الخدمه؟ وما تصاحبش مع الناس السلبيين اللي كيقول الخدمه الناس ما خدموش، دبلومات عندهم، خص يكون عندك كود بيستون، بلادنا جوج بحوره بترول، الفوسفات، سير اخويا الفوسفات كولو. هادو ما تصاحبش معاهم. صافي سيدي، راه ما بقاوش الاعذار. ياك تسالى رمضان منطقيا كيبغي الشهوات، كيبغي السمر، كيبغي التجمعات العائليه. دابا سالى رمضان، بدا الحال كيسخن شي شويه، نوضوا جوج الناس ولا ثلاثه ديال الاصدقاء يكونوا متفاهمين بعضياتهم، جمعوا حوايجكم، سروال، قميجه، تريكو نصكم، جوج سليبات، فوطه، وقصدوا المدن الكبار، المدن اللي فيها المناطق الصناعيه، وغادي يجيب الله التيسير. اي واحد بامكانه بمقدوره يتحرك. كيف ما كان نوع الحرفه اللي كيمتهن، كسال، سيرور، صباغ، بناي، زلايجي، كارسون في القهوه. انا ما كنحتقرش الحرفه شريفه فوق راسي، وانا كنحتقر المعكازه اللي كيحلوا فمهم حتى لودنيهم. عندنا جوج بحوره، عندنا ديك الهضره المحللين. شوف الحياه راه صعيبه ماشي سهله، راه تحدي كبير، وكل تحدي اللي كتلقاه قدامك تعطيك قوه وتجربه للتحدي اللي جاي. وملي كنهضر على التحدي كنهضر على تجربتي الخاصه ثاني. نهار اللي غادي تنجح عقل على هاد الهضره، تقول قالها فلان. شي نهار اللي تنجح وتوصل وتقف على رجلك غتفرح بالنجاح ديالك، وغادي تطل وراك وتقول انا قطعت هاد المسافه. غادي تعجب في راسك، غادي تقول انا تحديت هاد الظروف هادي. غتكون عندك قصه فرحان بها وتعاودها لوليداتك ان شاء الله. الخير اللي دير في راسك اليوم قبل غدا هو نوض طبر على راسك. كنعتذر لك كنت كنهضر بهاد الحرقه وبهاد النرفازه، لانني عندي غير على ولاد بلادي كنشوفهم كيموتوا ببطء، عندي غير على الوالدين كيتحرقوا وكيشوفوا وليداتهم غاديين جايين قدامهم. لذلك انا تنقول لك نوض خدم، دبر على راسك. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.